السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو بتسمعنا لأول مرة وعندك أي اقتراحات اكتبها لنا في كومنت، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة. ويلا نبدأ. بتبدأ حكايتنا مع الشخص ده واللي بيكون اسمه داريل، وبنعرف انه اتنفى من جيش ملك الشياطين، وبنشوف باش اللي بيكون واحد من الجنرالات الأربعة للشياطين بيقول ان داريل ضعيف وانه الشيطان الوحيد اللي مش عنده سحر، وبيهدده بضربة من النار. داريل بيفهم انه ملوش فرصة في المكان وبيسيبهم وبيمشي، وبنشوف داريل بيفكر ان اللي بيميز الشياطين عن البشر هو قوتهم السحرية، وداريل بيكون من غير اي قوة سحرية. وبعد كام يوم بنشوفه ماشي في غابة وبيكون محبط جدا لانه عاش 32 سنة من عمره مع جيش ملك الشياطين، ودلوقتي بقى ما عندوش مكان يعيش فيه، وبيقع على الارض بيفكر انه خلاص هيموت من الجوع. بس فجأة بتظهر بنت طايرة من فوقيه وبتكون بتهرب من وحش ضخم، والوحش بيحاول يهاجم البنت، بس داريل بيتحرك بسرعة وبيصد ضربته وبيحاول يهاجم الوحش، بس بيكون منهك جدا من الجوع وبيقع في نص الطريق، والوحش بيضربه وبيطيره بعيد. داريل بيلاحظ خنجر جنبه وبيبقى متردد انه يستعمل سلاح بشري لانه هيكون عار عليه كشيطان، بس بيفتكر انه اتنفى من جيش ملك الشياطين وبياخد الخنجر وبيضرب بيه الوحش وبيقضي عليه بضربة واحدة، والبنت بتشكره على انقاذها. بس هو بيكون مش مصدق انه ساعد حد من جنس البشر لانهم اعدائه في الحروب، وبيحس ان التعامل مع البشر خطر وبيحاول يمشي من المكان. بس البنت بتمسك فيه وبتقول انه لازم يروح معاها القرية علشان تشكره بوجبة اكل، وداريل بيكون جعان فعلا وبطنه بتفضحه. وبيتغير بينا المشهد للقرية وبنشوف داريل في بيت غريب، وبنعرف ان البنت اسمها ماريكا وبتعرفه على ابوها وامها. وداريل بيفكر انه في مكان اعدائه وانه لازم يكون حذر، وماريكا بتسأله عن سبب وجوده في الغابة وبيرد عليها وبيقول انه اتطرد من ابن صاحب الشغل وانه كان عايش في سكن تابع للشركة، وبعد ما اتطرد بيبقى متجول في الغابة لانه مش عنده مكان يعيش فيه. وماريكا بتكون متأثرة بكلام داريل وبتطلب منه يعيش معاهم في البيت، والام بتكون مرحبة بيه لانه شخص قوي وقدر يهزم الوحش. وداريل بيكون متردد لانه خايف انهم يكتشفوا انه شيطان، بس بيقبل لانه بيكون جعان جدا. وبعدين بنشوفه في الغرفة بتاعته بالليل، وماريكا بتتكلم من ورا الباب وبتقول انها كانت دايما الشخص اللي بيعتمد عليها الناس ومحدش انقذها قبل كده، وان ده خلاها سعيدة جدا. وداريل بيفكر ازاي هو قرر يساعد اعدائه البشر. وفي اليوم اللي بعده بنعرف ان ابو ماريكا اسمه انيفيل، وانه بيكون عمدة القرية ورئيس نقابة المغامرين فيها، وبيعرض على داريل انه يكون مغامر. لكن داريل بيكون عارف انه هيكتشف انه شيطان لو قبل يفعل عقد البشر، فحاول يتهرب بحجة ان ظهره مكسور، وبيقول انه اتأذى في قتاله مع الوحش. بس ماريكا بتكون عارفة انه بيتحجج وبتغرس شوكة في صباعه وبتفعل العقد. وفجأة بنشوف هالة قوية حواليه وبتظهر علامة على ايده، وداريل بيكتشف لأول مرة انه بشري، وبيكون مصدوم لانه عاش حياته كلها مع الشياطين. وبيتغير بينا المشهد لمكان في الغابة، وانفيل بيقول انه هيدرب داريل على انه يكون مغامر، وبيحاول يفليكس مهاراته الفشيخة، وبيبدأ يشرح له ان البشر بيتولدوا بقوة اسمها الهالة، والقوة دي بتتقسم لأربع مهارات وبيقدروا يستعملوها مع الأسلحة. والمهارة الأولى بتكون مهارة القطع، وبيعتمد فيها على السيف، وبيطلب من داريل انه يقطع جذع الشجرة وبيقطعها فعلا بكل سهولة. والنوع التاني بيكون قوة الرامي، وده بيعتمد فيه على القوس، وبنشوف سهم داريل بيكسر كل الأشجار اللي ورا التفاحة، وانفيل بيبقى مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل. والنوع التالت بيكون قوة الضربة، وده بيعتمد فيه على الهامر، وبنشوف ضربة داريل بتدمر الصخرة وبتيجي في انفيل كمان. وانفيل بيبقى محبط وبيقول ان حياته كمغامر كانت ولا حاجة، وبيكون متعصب وبيقول المهارة الرابعة هتكون الحماية، ودي بيعتمد فيها على الدرع. وبيمسك هامر كبير حديدي وبيهجم على داريل، لكن داريل بيصد الهجوم بالدرع وانفيل بيقع على الارض، وداريل بيكون مش مصدق انه قدر يصد الحديد بدرع خشبي. وبعدين انفيل بيقول لداريل انه عنده هالة الاربع مهارات مثالية، وان ده شيء نادر لان اي شخص عادي في العالم بيقدر يتقن مهارة واحدة بس منهم طول حياته. وبيقول ان بقوته دي يقدر ينضم للنقابة المركزية، واللي بتكون حلم لكل المغامرين. بس داريل بيشوف ماريكا حزينة وبيقرر انه يفضل معاهم في القرية لانهم ساعدوه يلاقي مكان يعيش فيه، وماريكا بتكون مبسوطة. وبعدين بنشوف انفيل بيقدم داريل لاهل القرية على انه مغامر جديد، واهل القرية بيكونوا مبسوطين. بس بيظهر شخص وبيسخر من داريل وبيقول انه راجل عجوز وما ينفعش يكون مغامر، وبنعرف انه مغامر برضه بيكون اسمه غاشتا. وبيسأل داريل عن الرتبة بتاعته بتكون ايه، وبنعرف ان رتبة غاشتا دي، وبيمشي بتكبر وبيقول له يحترم الرتب الاعلى منه. وبعدين بنشوفهم في مكتب انفيل وبيطلب منه انه يجمع الاعشاب وان دي هتكون مهمته الاولى، وبيحذره من وحش في الغابة. بس ماريكا بتشوف الصورة وبتقول ان ده الوحش اللي داريل هزمه وهو بينقذها، وانفيل بيكون مصدوم وبيقرر يرقيه للرتبة دي لانه قدر يقضي على وحش من الرتبة اس. وبنشوف ماريكا بتكون جاهزة علشان تروح مع داريل في المهمة. وبعدين
وبعدين بنشوفهم وصلوا للغابة، بس داريل بيجمع الأعشاب الغلط وماريكا بتشرح له الفرق ما بينهم وإزاي يجمع الأعشاب الصحيحة. وبعدين بتشيل جذع شجرة كبير وبترميه بعيد وبتقول إن في آثار غزالة في المكان، وداريل بيحاول يلاقي أي آثار بس مش بيعرف، وبيقول لماريكا إنها قوية وأكيد كانت تقدر تحمي نفسها من الوحش. وماريكا بترد وبتقول إنها بتخاف من القتال وإن داريل هو منقذها. وبعدين بيشوفوا الغزالة فجأة بتهجم على وحش، ما تعرفش هي بتعمل شقلباظات ولا إيه بالظبط، وداريل بيفكر إن الغزالة أقوى من الوحش اللي هو قتله. بس في نفس اللحظة ماريكا شايفة إن الغزالة هتكون أكل لذيذ وبيقدروا يصطادوهم وبيرجعوا للقرية، والكل بيكون متفاجئ، بس غاشيتا بيكون غضبان وبيسيبهم وبيجري. وبنعرف إن الوحش اللي اصطادوه كان مهمة غاشيتا. وبتعدي الأيام وبنشوف داريل اللي اتعود على الحياة في القرية، وفي يوم بيقابل غاشيتا في طريقه للنقابة، وغاشيتا كالعادة بيكون غضبان ومتكبر. وبعدين داريل بيشوف انفيل قلقان وبيسأله عن السبب. انفيل بيرد وبيقول ان غاشيتا غضبان بسبب ان داريل اصطاد هدف المهمة بتاعته، بس ده مش بيكون السبب الوحيد، وبيقول ان وصلت لهم مهمة جديدة وان الوحش ده اقوى من القرد اللي قتله داريل، بس المهمة دي بتكون للرتبة سي او اعلى، وغاشيتا قابل المهمة. وداريل بيقول انه هيوقف غاشيتا، بس قبل ما يمشي ماريكا بتديله شنطة علاج من الاعشاب وبيروح في طريقه وبيشوف اثار تدمير لوحش كبير. وفي نفس اللحظة بيلاقي غاشيتا بيجري عليه ووراه افعى عملاقة وبيجهز نفسه للقتال، بس الوحش بيتجاهله. وغاشيتا بيهاجم الوحش بس مش بيأثر فيه، وبنشوف داريل بيضرب الافعى العملاقه بقوه بس مش بيكون كفايه انه يقضي عليها، والافعى بتهاجمه بديلها، بس داريل قدر يوقف الضربه بمهاره الدفاع وسيفه بيتكسر. وقبل ما الافعى تهجم عليه تاني بيعمل دمج لمهاره الرمايه وقوه الضربه مع بعض، وبيضرب الافعى العملاقه بهجوم قوي جدا بيخترق بطنها وبيقضي عليها. وبعدين بيستخدم الاعشاب اللي معاه وبيبدا يعالج غاشيتا وبيديله برشامه ضد السموم. وغاشيتا بيساله ازاي قدر يعرف العلاج اللي محتاجه لجروحه، وداريل بيرد عليه وبيقول انه اتعلم كل ده بمساعده ماريكا في مهمات جمع الاعشاب. وغاشيتا بيعيط لانه بيستوعب ان الشخص اللي كان بيكرهه هو اللي انقذه من الموت. وفي اليوم اللي بعده بنشوف غاشيتا داخل النقابه وبينادي على داريل باخوه الكبير وبيقول انه انقذ حياته وبيطلب منه يبقى المدرب بتاعه. وداريل بيبقى محرج وبيتمنى لو كان سابه يموت. وبيتنقل بينا المشهد لمملكه الشياطين وبنشوف زبيانتس راجعه من الحرب ضد البشر من دشمله وبتلوم المساعد بتاعهم لانه فشل في استكشاف معسكر البشر. وبعدين بنشوف دروي بتقول ان داريل كان المساعد المثالي للجميع وكمان كان بيساعدها دايما في اي وقت، وبتقترح عليهم يرجعوا داريل، بس باش بيتعصب جدا لما بيسمع الاسم وبيقول انه مستحيل يقبل يرجعه. وبعدين بنرجع تاني للقريه وبنشوف غاشيتا ماشي مع داريل وبيناديه باخوه الكبير، وكمان بدا يقلده ياخد مهمات جمع الاعشاب. وداريل بيفكر ان غاشيتا بقى مزعج اكتر من الاول، بس المشكله الحقيقيه بتكون في ترحيب ماريكا بيه بعد ما بيخلص المهمات لانها حرفيا بتمسح بيه الارض وبتدشمله. وبعدين بنشوف داريل قاعد مع انفيل وبيقول له انه لاحظ منازل كتير مهجوره في القريه وبيساله عن السبب، وانفيل بيفتح خريطه وبيشاور على مكان وبيقول ان المكان ده منجم معادن المصر. وبنعرف ان المصري بيكون من اهم المعادن للبشر وبيستخدموه في صنع الاسلحه والتجاره، بس الشياطين بيكونوا مسيطرين على المنجم ده من فتره طويله وده خلى سكان القريه يمشوا من المكان. وبعدين في اليوم اللي بعده بنشوف داريل قرر يروح المنجم وبيقابل الكائنات دي وبيكون اسمهم النوكرز، بيرحبوا بيه وبيقفوا في طابور علشان يرحب بيهم. وبداوا يشتكوا ان واحد من جنرالات الشياطين بيخليهم يشتغلوا 4 اضعاف شغلهم القديم. وبنعرف ان داريل كان مسؤول عن المنجم ده لما كان لسه في جيش ملك الشياطين، وبيسأل عن اسم الجنرال ده وبيعرف انه بيكون الجنرال باش، وده نفس الشخص اللي طرده من جيش ملك الشياطين. وفي نفس اللحظة بيوصل لمان واللي بيكون مسؤول عن المنجم من بعد داريل ومعاه جنود من جيش ملك الشياطين، وبيبدأ يوبخ النوكرز وبيقول ان المعادن اللي جمعوها مش كفاية، وداريل بيكون بيراقبهم من بعيد. وواحد من النوكرز بيشتكي وبيقول ان 4 اضعاف الكمية المطلوبة منهم مستحيل يقدروا يجمعوها، وليمان بيرد عليهم بضربة بتخترق الارض وبيهددهم بالموت لو منفذوش المطلوب منهم، وبيقول انه هيسيب لهم فرصة اليوم كمان. بس واحد من النوكرز بيغضب وبيطير عليه وبيضربه وبيقول انهم مش هيشتغلوا مع ملك الشياطين تاني، وليمان بيطلب من جنوده الهجوم عليهم وقتلهم. وبنشوف واحد من الجنود بدأ يفعل تعويذة سحرية بس داريل بيتدخل وبيوقفها وبيطلب من جيش ملك الشياطين بالانسحاب وبيقول انه مغامر بشري وهيقتلهم لو مش هينسحبوا، بس ليمان بيكون فاكره ضعيف وبيسخر منه وبيطلب من جنوده الهجوم عليهم وبيبدأوا يفعلوا مهاراتهم السحرية، بس داريل بيطير وبيضرب واحد فيهم وبيوقف المهارة وبيكون مش عايز يأذي الجنود. واحد من النوكرز بيحاول يهاجم جندي بس الجندي بيضربه برجليه وبيطيره بعيد، وداريل بيفهم ان الجنود مش عايزين يضربوا النوكرز بس بيكونوا مجبرين بسبب ليمان، وبيحاول يطلب منهم الانسحاب تاني وبيقول ان قتل المدنيين يعتبر جريمة حتى عند الشياطين، بس ليمان بيقاطع كلامه بهجوم وبيقول للجنود يجهزوا مهارات السحر تاني وبيهددهم انه هيقتل اللي مش هينفذ الاوامر، والجنود بيبقوا خايفين وبيبداوا تاني في تجهيز مهارات السحر، بس داريل بيبقى عارف وقت تفعيل كل مهارات السحر عند الشياطين وبيوقفهم واحد ورا التاني من غير
غير ما يأذي حد. وليمان بيكون مصدوم ان داريل بيوقف كل المهارات قبل تفعيلها، لكن واحد من الجنود بيقدر يفعل مهارته بيحاول يهاجم داريل، بس داريل بيدمر له التعويذه بكل سهوله. وبعدين ليمان بيتعصب وبيهجم على داريل، بس داريل بيدمر الضربه بسلاش سريع وبيجري بسرعه عليه وبيبقى خلاص هيقتله، بس بيوقف هجومه. وليمان بيكون مرعوب وبيقول انه مش مقاتل وانه مش فرد من جيش ملك الشياطين، وبنعرف انه مجرد نادل صديق للجنرال باش، وان باش هو اللي طلب منه يكون مسؤول عن المنجم. وبيتاسف لداريل وبيطلب الرحمه. وبعدين داريل بضربه سيف بيشيله شعره وبيقول له يروح يقدم استقالته اول ما يرجع لمملكه الشياطين. وليمان بيوافق وبيجري من المكان بسرعه. وبنعرف ان النوكرز قرروا يخلوا داريل سيدهم الجديد، ووعدوه انهم هيوصلوا المعادن للقريه بتاعته. وبعدين بنشوف داريل رجع للقريه وبيقول لانفيل انه قدر يرجع منجم المزرل من الشياطين، وبيطلب منه يوفر حمايه للنوكرز من الشياطين. وانفيل بيوافق وبيقول انه هيبعت رساله للنقابه المركزيه علشان يساعدوهم. وبعدين بنشوف الناس بدات ترجع تاني للقريه، وانفيل بيشكر داريل على انقاذه للقريه. وبيتغير بينا المشهد لمكان مملكه الشياطين، وبنشوف زيبيانتس بتروح لغرفه باش الخاصه وبتلاحظ وجود كره ضخمه من معادن المزرل، وبتسال باش عنها. وباش بيرد عليها وبيقول انه بيصنع سلاح سحري بيقدر يخزن الطاقه السحريه فيه، وانه بالسلاح ده هيكون افضل جنرال في مملكه الشياطين. وبنعرف ان السلاح محتاج مسرل كتير، بس زيبيانتس بتقاطع كلامه وبتقول ان منجم المسرل تم السيطره عليه من البشر. وباش بيبقى مصدوم، وزيبيانتس بتكمل كلامها وبتقول ان عنده استدعاء من ملك الشياطين. وباش بيتصدم اكتر. وبعدين بنشوف بنت صغيره في غرفه ملك الشياطين بتقول لباش انها طلبت منه يوقف شغل على السلاح السحري، وبتكون غضبانه ان المنجم بقى تحت سيطره البشر، بس في الاخر بتعامله زي الاطفال وبتخليه يتاسف. وبعدين بتقول له يطلب من داريل المساعده لانه شخص موهوب وذكي، وبتأمره بالانصراف. وبعد ما باش خرج بنكتشف ان ملك الشياطين عارف ان داريل مطرود وبيفكر ازاي باش هيقدر يتصرف. وبعدين بنرجع للقريه بنشوف ماريكا مبسوطه ان القريه رجعت زحمه بالناس تاني، وبتقول لداريل انهم لازم يبقى عندهم اطفال في اقرب وقت ممكن. وداريل بيبقى مصدوم للحظه لانه مش عارف هو سمع الكلام صح ولا لا. وبعدين بيسمعوا صوت غشتا بيعمل مشاكل مع فريق من المغامرين، وداريل بيروح يشوف ايه الحكايه وبيقول لغشتا يبطل يعمل مشاكل. وبنشوف الراجل ده بيعرف على نفسه على انه قائد فريق مغامرين من مدينه كامبل، وبيكون اسمه فيتون ورتبته بتكون بي. وداريل بيعرف على نفسه، وفيتون بيشوف انه من الرتبه دي وبيبدا يسخر منه وبيقول انه مستحيل يكون الشخص اللي قدر يرجع المنجم، وبيقول ان اخرهم جمع الاعشاب. بس داريل بيكشف انه قتل الافعى العملاقه بعد ما مغامرين مدينه كامبل فشلوا في اصطيادها. وفيتون بيبقى مصدوم واهل القريه بيحتفلوا بداريل. وبعدين في اليوم اللي بعده بنشوف داريل بيقابل شخص اسمه بيست فريد، وبنعرف ان الشخص ده من النقابه المركزيه، وبيقول انه بيحاول يتكلم مع النوكرز، بس النوكرز رافضين يسمعوا لاي حد غير داريل. وبيطلب من داريل انه يكون وسيط للنقابه المركزيه مع النوكرز، وداريل بيقبل يساعدهم. وبياخد بيست فريد للمنجم وبيطلب من النوكرز يتعاونوا معاه، والنوكرز بيوافقوا بسرعه. وبيست فريد بيبقى واقف مصدوم. بعد كده بنشوف داريل بره المنجم وبيقابل فيتون في طريقه، وبيساله عن سبب وجوده في المكان. وفيتون بيقول انهم في مهمه لحمايه شخص مهم من النقابه المركزيه. بعدين فجاه داريل بيلاحظ قوه سحريه في المكان وبيروح يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي جنود من جيش ملك الشياطين فبيستخبى في الشجر. وبنشوف قائد الجنود دي بيعمل حاجز سحري وبيطلب من داريل الاستسلام، بس داريل بيكون عارفه وبيطلع صديقه من جيش ملك الشياطين وبيكون اسمه ريزيت. وريزيت بيتعرف على صوت داريل وبيوقف التعويذه وبيجري عليه وبيحضنه. وبعدين بيساله عن حياته بعد ما اتطرد من جيش ملك الشياطين، وداريل بيكشف له انه بشري وبيطلب انه يخلي الكلام ده سر ما بينهم. وريزيت بيقول ان المكان بقى فوضى من غير مساعده داريل لان باش دايما بيتصرف بتهور، بس ريزيت بيكون موجود بامر من ملك الشياطين علشان يصالح النوكرز ويتاسف على اللي حصل لهم من جيش ملك الشياطين. وبيطلب من داريل انه يرجع لجيش ملك الشياطين، وبيقول انهم اصدقاء حتى لو من عرق مختلف، وان واحده من الجنرالات بتأيد رجوع للمملكه. بس داريل بيرفض وبيقول انه بعد ما اتطرد لقى ناس تعتني بيه وساعدوه انه يعيش زي انسان عادي. بس ريزيت بيبقى مصر انه ياخد داريل معاه المملكه وبيحبسه في تعويذه من الماء، وداريل بيدمر التعويذه بسهوله وبيقول انه مستحيل يرجع، بس بيعرض عليه يبيع لهم معادن المثرل. وبعدين بياخد ريزيت لمكان بيست فريد وبيقول له عن فكرته في بيع المعادن للشياطين، وبيست فريد بيكون متردد، بس داريل بيبدا يشرح ان المثرل مهم للشياطين وهيكون سبب حروب كبيره بين الشياطين والبشر على المنجم، وانهم هيقدروا يوقفوا الحروب لو هيبيعوا المثرل للشياطين. بس فيتون بيكون رافض فكره التعاون مع الشياطين وبيحاول يهاجم ريزيت، وداريل بيصد الضربه وبيقول ان التعاون ده مهم علشان يوقفوا الحروب. وفيتون بيقول لبيست فريد ان الكلام ده بدون معنى، بس بيست فريد بيوبخه وبيقول انه مجرد حارس شخصي وانه مش من حقه يتدخل في سياسه النقابه المركزيه، وبيقول لداريل انه موافق على التعاون. وبعدين بنشوف ريزيت بيشكر داريل على التعاون، وداريل بيقول انه بيتمنى يوقف الحرب بين الشياطين والبشر. وفي اليوم اللي بعده بنشوف داريل معاه رساله من بيست فريد.
بيطلب فيها منه إعادة إحياء ورشة عمل قديمة لتصنيع معادن الميثريل. وداريل بيوصل للمكان بس بيتفاجئ لما بيشوف فيتون هناك، وفيتون بيقول إن المكان ده بقى بتاعه وبيسخر منه، وبيقول أكيد واحد من الرتبة دي مش هيعرف يشغل المكان أفضل من واحد من الرتبة بي. وداريل بيكون محبط وبيرجع للقرية وبيلاقي ماريكا بتقابله وبتشتكي من راجل عجوز منحرف بيعاكسها. داريل بيسمع كده وبيفكر إنه لازم يقتل الراجل ده. وبعدين بنشوف العجوز بيقول له يا عم دي معاكسة بسيطة مش مستاهلة كل ده. ولما بيلاحظ سلاح داريل الكحيان بيقول لماريكا إنها بتتحامى بشخص ضعيف. ماريكا بتتعصب لما بتسمع كده وبتقول على كل إنجازات داريل وهاتك يا تطبيل من اللي قلبك يحبه. العجوز بيسمع الكلام ده وبيمسك ايد داريل علشان يقيس قوته، لكن بيتفاجئ ان داريل عنده قوة رهيبة في الاربع مهارات كلهم. والعجوز بيبقى متحمس فجأة وبيقدم نفسه على انه افضل حداد وصانع اسلحة في العالم، وبيكون اسمه سميث. بعد كده بنشوف سميث قاعد معاهم وبيقول انه جه للقرية دي بامر من النقابة المركزية، وبيطلب من داريل يوصله لورشة التصنيع. بعدين بنشوفهم وصلوا للورشة وسميث بيكون مش عاجبه مستوى الحدادين هناك، وبيقول إن المعادن دي محتاجة مهارات خاصة في التصنيع، وبيستعمل مهاراته في صناعة سلاح جديد لداريل. وداريل بيجرب يدمج قوته مع السلاح وبيبقى منبهر من فرق التحكم في القوة. بعدين بنشوف فيتون وصل للمكان وبيتأسف لأنه مقدرش يتعرف على سيد الحدادين في العالم، وبيطلب منه انه يعلمه، بس سميث بيرفض بطريقه ساخره وبيسيبه وبيمشي. بعدين بياخد السلاح من داريل في الطريق وبيقول ان السلاح ده مش مناسب ليه، وبنكتشف انه سرق قطعه ميثريل من ورشه فيتون وبيكون جاهز ورشه عمل خاصه بيه. داريل بيلاحظ ان معاه اداه سحريه من مملكه الشياطين، وبنعرف ان سميث اشتراها من السوق السوداء، لكن مش بيقدر يستخدمها لانه محتاج سحر الشياطين لتفعيلها. وفي اليوم اللي بعده بنشوف داريل استدعى ريزيت للمكان وبيطلب منه المساعده في تفعيل فرن الحدادة السحري. والريزيت بيقول له من عناية يا عم الناس، بس بشرط انه هيساعده مرة واحدة بس لانه ما يقدرش يساعد البشر في صنع اسلحة. سميث بيرد وبيقول انه مش مستعد يصنع اسلحة لكل البشر، وانه محتاج مساعدة مرة واحدة بس علشان يحقق حلمه، وان حلمه بيكون صناعة اقوى سلاح في العالم واللي هيكون متغير الانماط ومناسب لقوة داريل النادرة، لانه الشخص اللي قدر يرجع منجم الميثريل للبشر بعد سنين طويلة ورجع معاه حلم الراجل العجوز ده. بيطلب من داريل يحضر المشروبات للاحتفال، وداريل بيسيبهم وبيخرج، بس بيلاقي فيتون قدامه واللي بيقولوا ان النقابة المركزية بتستغل القرية وبياخدوا معظم ارباح المعادن، وان الارباح دي المفروض تكون ملك القرية لان داريل هو اللي قدر يرجع المنجم، وبيعرض عليه التعاون معاه بدل النقابة المركزية، وبيقول ان مدينة كامبل هتقدر تساعدهم اكتر من النقابة المركزية، بس داريل بيرفض، بيقول انه مش ممكن يتعاون مع شخص سبب لهم المشاكل اكتر من مرة. ففيتون بيتعصب وبيرمي القفاز بتاعه في الارض وبيطلب من داريل يجيبه، وبعدين بيسيبه وبيمشي. وبعدين بنشوف انفيل بعد ما سمع عن اللي حصل من داريل بيقول انه قبل تحدي قتال واحد ضد واحد من فيتون، وانفيل بيشرح ان القتال ده هيبقى على منجم المعادن، بمعنى ان الكسبان هيبقى هو المتحكم في المنجم، وبيوضح ان القتل في القتال ده لا يعاقب عليه كجريمة، وان الانسحاب من التحدي هيخسرهم منجم المعادن. وغاشيتا بيكون قلقان على داريل وبيطلب منه ينسحب من القتال لان فيتو قوي ورتبته اعلى، بس داريل بيرفض وبيقول انه هيقبل التحدي. وسميث بيقول لداريل انه هيجهز له السلاح قبل القتال. في اليوم اللي بعده بنشوف داريل وصل لمكان المعركة، وفيتون بيتفاخر انه قدر يصنع سلاح من المصر من غير مساعدة الراجل العجوز، وبيسخر من داريل لما يشوف ان سلاحه عبارة عن خنجر، بس داريل مش بيهتم وبيبقى مركز جدا وجاهز للقتال. فيتون بيكمل سخرية وبيقول انه هيسمح له يجيب سلاح تاني، بس مش بيكمل كلامه وبيلاقي ضربة كسرت درعه بسرعة صاروخية وبيكون مصدوم، وداريل بيقول له يستسلم احسن له، بس فيتون بيغضب اكتر وبيحاول يهاجم داريل، وبيتفاجئ ان سلاح داريل بيتغير شكله، وداريل بيقدر يتفادى الضربات وبيكسر له السلاح والدرع بضربة واحدة. بعدين بنشوف انفيل بيقول ان القتال انتهى لان فيتون مش معاه سلاح، بس فيتون بيكون عنيد وبياخد سلاح تاني اقوى، وبيقول انه لازم يقتل داريل وبيهجم عليه، وداريل بيغير شكل السلاح تاني وبيهجم عليه بضربة قوية جدا بتدمر السلاح، وبنشوف فيتون بيطير حرفيا. بعد كده بنشوف بيست فريد وصل للمكان وبيتأسف لداريل عن المشاكل اللي سببها فيتون وبيقول انه هيعاقبهم، بس داريل بيطلب منه يحدد عقابهم بنفسه، والعقاب بيكون انهم يساعدوا في تصليح مباني القرية. وبيست فريد بيقول ان داريل ساعدهم كتير وبيعرض عليه ينضم للنقابة المركزية. بعدين بنشوف داريل في الساونا بيفكر
بيفكر في عرض بيست فريد، وفي نفس اللحظة بتخش ماريكا المكان، وداريل بيبقى في حالة صدمة يا عيني لحد ما ماريكا بتبدأ تتكلم وبتقول إنها سمعت كلامه مع بيست فريد وعارفة إنه هيمشي من القرية وهينضم للنقابة المركزية، وبتقول إنه كان السبب في إنها تكون سعيدة وعلشان كده هي بتتمنى له النجاح في النقابة المركزية وهتفضل دايما تشجعه من بعيد. داريل بيرد وبيقول إنه مش هيقبل عرض بيست فريد ومستحيل يسيب القرية لأنه لقى الناس اللي بتحبه والمكان اللي يقدر يعيش فيه هنا في القرية. ماريكا بتسمع كده وبتعيط وأخيرا بيعترفوا بحبهم لبعض، وبيتغير بينا المشهد لمكان مملكة الشياطين وبنشوف باش في طريقه لمكان أبوه، بس بيتصدم من القوة السحرية اللي أبوه بيقدر يتحكم فيها وبنعرف إن اسمه جيران. بعدين بيدخلوا الغرفة وجيران بيقول لباش إنه بيتمنى يكون بيتقدم كويس في مكانه كواحد من الجنرالات الأربعة لمملكة الشياطين، وبيسأله لو كان بيسمع لنصايح داريل وبنعرف إنه كان واحد من الجنرالات الأربعة وإنه معترف بيه كأقوى جنرال في تاريخ مملكة الشياطين، وإن داريل كان أحسن مساعد للجنرالات في الوقت ده وإنه قدر يعتزل ويسيب مكانه الباش بفضل مساعدة داريل. وبيبدأ يسأله عن داريل وبيقول له اوعى تكون بتسبب له المشاكل. باش بيتكهرب في مكانه وبيقول إن داريل كويس وبيساعد الجنرالات دايما وإنه أكيد ما طردوش من المملكة، بس جرام بيتعصب وبيرمي الترابيزة في وش باش وبيضربه ضربة قوية جدا بتدمر المكان حرفيا، وبيكون عارف كل المشاكل اللي بيعملها باش وبيقول إنه فعلا فاشل وغبي لأنه قرر يطرد شخص موهوب زي داريل من المملكة، وبيأمره يرجع داريل للمملكة فورا ويطلب منه السماح لو عايز يفضل في منصبه كجنرال للمملكة. باش بيغضب وبيقول إنه مستحيل يقبل يبقى واحد من الجنرالات الأربعة بمساعدة داريل وإنه هيوصل للنجاح بمهارته الخاصة، وبيمشي من المكان. بيتغير بينا المشهد للقرية وبنشوف ماريكا بتعتذر انها متأخرة على وقت الفطار وداريل بيكون نازل وراها بس بيقع زي الجردل وبيبقى شكله مرهق جدا، واكيد كلنا عارفين ايه اللي حصل ما بينهم. وقت الفطار الام بتكون ملاحظة ان في حاجة ما بين ماريكا وداريل وبعدين بتطلب منه مساعدتها في حمل الغسيل، وفي الطريق بتقول انها سعيدة تطور علاقته مع ماريكا. وداريل بيقف في مكانه زي اللوح وبيبقى متأكد انه اتقفش وبيفكر ازاي يطلب يتجوز ماريكا من انفيل وانه لازم يبقى راجل ويتحمل المسؤولية. وفي نفس اللحظة انفيل بينده عليه ونظراته بتكون جادة جدا وبيقول انه لازم يتكلم معاه. وبعدين بنشوفهم في المكتب وانفيل بيقول له بص يا ابني انا بقيت راجل عجوز خلاص. وداريل في نفس اللحظة بيفكر ان انفيل اكتشف علاقته بماريكا في الليلة اللي فاتت وبيبقى خلاص هيعترف على نفسه، بس انفيل بيقول انه عايز داريل يبقى عمدة القرية مكانه. داريل بيبقى متردد بس بيفكر انه لازم يشيل المسؤولية علشان ماريكا وبيقبل بعرض انفيل وبيطلب منه انه يتجوز ماريكا، وانفيل بيوافق. ماريكا بتسمع كده وبتجري عليه زي الطور الهايج علشان تحضنه وبتمسح بيه الارض برضه كالعاده، بس داريل بيتحكم في نفسه المره دي وبيقدر يمسك ماريكا وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعدين بتعدي سنه وقريه لاكس بتكون كبرت اكتر وبنعرف ان العجوز سميث مات وداريل بيودعه وبيرجع للبيت، وبنشوف ان داريل بقى عنده طفل وسماه جيران على اسم الجنرال جيران لانه بيكون اعتنى بيه 30 سنه وبيعتبره زي ابوه. وبعدين بنشوف غشتا بيدخل عليهم وبيقول انه سمع خبر بوصول البطل للقرية بس بيكون مش عارف معنى البطل ايه وبيسأل انفيل بيرد عليه وبيقول ان البطل بيكون اقوى بشري وبيبقى مسؤول عن حروب البشر ضد الشياطين، وداريل بيكون عارف البطل من مساعدته للجنرال جيران في المعارك بين البشر والشياطين، بيفكر انه موجود في القرية علشان يخلص عليه. وبعدين بيروح يستقبلهم وبيكون مغطي نص وشه، بس بتنزل بنت من العربية وبيتفاجئ انها مش بتكون البطل اللي هو يعرفه، وبنكتشف ان البطل اللي داريل يعرفه اعتزل من فترة لانه اتصاب بجروح خطيرة، وان البنت دي بتكون البطل الجديد للبشر واسمها ليديا. وبعدين بنشوفهم في منزل داريل وليديا بتقول انهم موجودين لسببين، والسبب الاول بيكون انهم محتاجين اسلحة من المثرل وبتطلب منه ياخدهم لورشة الحداد. بعدين داريل بيوصلهم للمكان وبيعرفهم على سكاي واللي بيكون مسك المكان بعد العجوز سميث. سكاي بيرحب بيهم وبيمسك ايد ليديا وبيعرف ان المهارة بتاعتها بتكون القطع وانها تحتاج سيف، وليديا بتبدأ تقول عن السبب التاني لوجودهم في القرية وبيكون انها بتحاول تضم محارب رابع للفريق بتاعهم علشان تحارب ملك الشياطين. غشتا بيوصل للمكان وبيسمع الكلام ده وبيبقى متحمس جدا. بعدين بنشوف انفيل قرر يعمل مسابقة والفايز فيها هو اللي يقدر ينضم لفريق ليديا، لكن فريق ليديا بيفوز بسهولة وليديا بتكون محبطة لانها مش بتلاقي المحارب المناسب، بس بتلاحظ
ضربة سهم صاروخية جاية من بعيد وبتقدر تتفاداها في آخر لحظة، وبنعرف إن صاحب الضربة بيكون غاشتا وبيحاول يهاجمها تاني بكذا سهم، بس ليديا بتتفادى كل الضربات وبتفكر إن مستوى قوة غاشتا فعلا عالي بس ناقصه الإتقان، وبتجهز للهجوم بكل قوتها، لكن داريل بيوقفها بضربة تفاحة. وليديا بتقول إن الهالة اللي ضربتها بالتفاحة قوية جدا وبتروح تطلب من داريل القتال واحد ضد واحد. داريل بيرفض وبيقول إنه اعتزل من كونه مغامر وبقى عمدة القرية، بس ليديا مش بتسمع كلامه وبتهجم عليه بسرعة خاطفة. داريل بيطلع سلاحه وبيصد ضربتها بسهولة، وبنشوف ليديا بيبقى مش عندها أي فرصة قدامه رغم إنها بتقطع الجبل بسلاش قوي بكل سهولة، وبتقرر تستعمل أقوى هجوم عندها. بس داريل بيكون عارف الهجوم ده من معارك الشياطين مع البطل وبيقدر يصده بهجوم أقوى منه. بعدين بنشوف ليديا بتطلب منه الانضمام لفريقهم، بس داريل بيرفض وبيتهرب منهم. وفي اليوم اللي بعده ليديا بتقرر تراقبه يوم كامل علشان تعرف سبب رفضه، وبتشوفه بيقضي يومه كله في مهمات بسيطة بيساعد بيها أهل القرية. بس ليديا ما كانتش راضية عن أسلوب حياة داريل وقررت إنها لازم تسأله تاني للمرة الأخيرة. ففي نفس الليلة بتقابله وبتقول إن الهجوم اللي استخدمه بيكون نفس مهارة البطل السابق وإن هو الوحيد اللي بيقدر يستخدمه، وبتسأله إزاي قدر ينفذ الهجوم ده. داريل بيرد عليها وبيقول إنه ما يعرفش حاجة عن الهجوم ده وإنه كان مجرد تقليد. الكلام ده خلاها تغضب أكتر وبتكون مستغربة إزاي بيكون بالقوة دي وهو مش عارف أي حاجة عن المهارات، وبتهجم عليه. بس داريل بيتفادى الضربة بسرعة وبتقوله إن أي حد في مستواه المفروض يقود البشر للنصر ضد الشياطين. داريل بيرد وبيقول إن جيش ملك الشياطين بيحاربوا للدفاع عن نفسهم وإنه شايف إن الحرب هتنتهي لو البشر وقفوا هجومهم، وبيعترف إن عنده عائلة من الطرفين ومستحيل يشارك في المعركة دي. ليديا بتتفهم الكلام وبتطلب منه يبقى المدرب بتاعها، وداريل بيفكر إن ده هيكون سبب في وقف الحرب لفترة مؤقتة وبيقرر يوافق. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ريزيت مع داريل، وداريل بيقول إن فريق ليديا بيتسوقوا في القرية فهم عندهم وقت للكلام، وبنعرف إن ريزيت اترقى لأنه بيكون السبب في حل مشكلة منجم المعادن للشياطين، وبيكون في رتبة قريبة من الجنرالات الأربعة. وفي نفس اللحظة بتظهر زيبيانتس في المكان وبتسأل مين بيجيب في سيرة الجنرالات، وده بيخلي ريزيت وداريل مصدومين، وبتعمل ريزيت كرسي لأنه بيكون عارف مكان داريل ومش بيقول لهم. وفي نفس الوقت بنشوف ماريكا رجعت للمنزل وبتقول إنها هتحضر مشروب للضيوف. زيبيانتس بتقول إنها لسه فاكرة شكل داريل لأنه كان دايما ضعيف ومن غير سحر. ماريكا بتسمع كده وبتتعصب وبتفتح غطا العصير بقوة مدمرة، وزيبيانتس بتكون مرعوبة. بعدين داريل بيسألها عن سبب وجودها في القرية وبنعرف إنها كانت بتراقب ريزيتا علشان توصل لمكان المسرل، وبتأمر داريل إنه يديها كل المسرل اللي في القرية، بس داريل بيرفض وزيبيانتس بتبدأ تهدده. بس بتشوف ماريكا بتبصلها ولا كأنها تاكلها وبتبقى مرعوبة منها، وداريل بيطلب منها يتكلموا في مكان تاني. بعدين بنشوفهم في الغابة، بس زيبيانتس بتهاجم داريل فجأة وبتقول إنها هتاخد المعادن بالقوة وبتطير في الجو بتجهز للهجوم، بس داريل بيطير وراها وبيثبتها بسلاحه وبيقول إنها خسرت. زيبيانتس بتقول إن القتال ده مش محسوب وبتطلب منه يعيد القتال تاني مرة واتنين وتلاتة، وبتخسر في كل مرة وبتتعصب وبتقول إنها هتدمر القرية كلها بأقوى هجوم عندها وبتستدعي عاصفة قوية جدا. بس داريل بيستخدم هجوم قوي بيدمر ضربتها وبيطيرها في الجو، وفي الآخر بيتأسف على هجومه عليها وبيتفق إنه هيبيع لها المعادن بسعر مخفض. بعدين داريل بياخدها لمكان سكاي وبيطلب منه يصنع لها السلاح اللي محتاجاه، بس فجأة بيتخض وبيفتكر إن ده وقت رجوع فريق ليديا للمكان، وبيقول إنها هتكون مشكلة لو شافت واحدة من الجنرالات الأربعة للشياطين في المكان، وبيطلب من سكاي يعطل زيبيانتس معاه على قد ما يقدر، وبيسيبهم وبيجري لحد ما بيوصل لمكان ليديا وبيرحب بيهم وبيحاول يعطلهم. فبيطلب من واحد يخلص له مهمة في الغابة، ومن التانية تساعد ماريكا في تحضير الأكل، ومن ليديا تتدرب على حركة السيف 100,000 مرة. وفي آخر اليوم ليديا بتكون خلصت تدريب وبتقرر تروح تسترخي في الساونا. داريل بيبقى فاكر إنه قدر يسيطر على الموقف، بس بيشوف سكاي في الصندوق وبيقول إنه فشل في مهمته ومقدرش يخلي زيبيانتس مشغولة لوقت أكبر. وبنعرف إن زيبيانتس كمان في الساونا، وداريل بيقرر يتدخل وينقذ الموقف، بس بيقع في مشكلة أكبر وبيبقى مصدوم وبياخد كف زوجي خماسي الأبعاد منهم بيدمر المكان. بعدين بنشوفهم كلهم في البيت والاتنين بيطلبوا منه توضيح للي حصل، وداريل بيقرر يعترف وبيقول انه بشر اتربى في مملكة الشياطين، وبيكون قال لماريكا الحقيقة قبل ما يتجوزوا. بس ليديا بتقول حتى لو ده كان السبب هي مش هتسمح لزيبيانتس تبقى موجودة في قرية البشر، وزيبيانتس بتقول ان داريل هو اللي يقدر يقرر الكلام ده. ماريكا بتقاطعهم وبتقول يحلوا مشاكلهم بتحدي قتال واحد ضد واحد، بس داريل بيقول انه هيراقب القتال ومش مسموح لحد فيهم انه يقتل التاني. وفي اليوم اللي بعد
بعده داريل بيوصل المكان وبيشوفهم مستعدين للقتال وبيبدأوا يهاجموا بعض، وضربة من هنا على ضربة من هنا والمعركة بتكون مولعة بين الطرفين، بس قوتهم بتكون متساوية وبيقرروا يستخدموا هجوم قوي أخير في نفس الوقت. وفي نفس اللحظة جيران بيطير ناحيتهم والصخرة بتبقى هتقع عليه، بس داريل بيلحقه وليديا بتحاول تدمر الصخرة بس زيبيانتس بتسبقها. بعدين ماريكا بتقول ان جران كان شايف ان اللي بيعملوه ممتع وكان بيحاول يلعب معاهم، فالاتنين بيضحكوا وبيفهموا ان مفيش فرق بين البشر والشياطين وان القتال كان فعلا ممتع، وبنشوفهم بقى اصدقاء. في اليوم اللي بعده بنشوف ساشا رجع بعد مهمته في الغابة وبيكون معاه البطل السابق وبنعرف ان اسمه ألين. وفي نفس الوقت داريل بيلاحظ زيبيانتس جاية من وراه وبياخدها على جنب وبيقول لها ان الشخص ده اقوى بطل في تاريخ البشر وانه قدر ينجو من اقوى هجوم للجنرال جيران. بس داريل مش بيكمل كلامه وبيتفاجئ انه طيب جدا مع البشر على عكس ما كان متوقع. بعدين داريل بيرحب بيه وبيقول ان زيبيانتس صديقته. ألين بيرحب بيها وبيبقى مسالم جدا معاها. زيبيانتس بتقول انه شخص طيب فعلا، بس داريل بيقول لها انه طيب مع البشر بس وانها لازم تسيب القرية في اقرب وقت وما تستعملش اي سحر لانه بيقدر يحس بالقوة السحرية ولو لاحظ انها شيطان هيقتلها فورا. بعدين بنشوف داريل بيعرف عن نفسه لألين وبيقول انه عمدة القرية وبيسأله عن سبب وجوده. ألين بيرد وبيقول انه موجود علشان سمع ان ليديا في القرية وبيكون اتعافى من جروح المعركة وهيقدر يكمل تدريبها، وليديا بتكون مبسوطة ومتحمسة. بعدين بنشوفهم في ساحة التدريب وليديا بتهاجمه كتير وهو بيمضي توقعاته للأطفال، بس ألين بيتفادى كل ضرباتها بسهولة وبيوقعها بحركة واحدة وبيقول ان مهاراتها اتطورت كتير. ليديا بتقول ان داريل هو اللي كان بيدربها طول الفترة دي وانه اقوى شخص هي قابلته من بعد ألين. ألين بيبقى عنده فضول عن قوة داريل وبيطلب منه يعاركه. داريل بيبقى متردد بس بيشوف ان غاشيتا واثق فيه وبيقرر يقبل التحدي. بعدين بيشوف ان هالة ألين قوية جدا من قبل ما يبدأ التحدي وبيفكر انه فعلا مخيف في المعارك، وبيرجع في كلامه تاني وبيتهرب من التحدي وبيقول انهم محتاجين يفطروا الاول قبل المبارزه. وبيتنقل بينا المشهد لمكان مملكه الشياطين وبنشوف الجنرال جيران بيقابل ملك الشياطين، وبنعرف ان هيئه ملك الشياطين بتبقى ضعيفه او قويه على حسب قوه الشخص اللي بيشوفه ومحدش بيكون عارف شكله الحقيقي. وجيران بيطلب منه يطرد باش من منصب الجنرال لانه بيكون مسبب مشاكل كتير للمملكه وكمان اختفى اكتر من سنه وساب كل مهماته كجنرال. بس ملك الشياطين بيقول انه عارف السبب الحقيقي وان جيران بيحاول يعاقب باش لانه طرد داريل من المملكه. جيران بيرد وبيقول ان الاتنين بيكونوا ولاده. بعدين بنرجع بفلاش باك لاكتر من 30 سنه لورا وبعد حرب طاحنه بين البشر والشياطين بنعرف ان قبل ما جنرال الماء يموت طلب من جيران يهتم بطفل وبيقول ان الطفل ده هيكون السبب في فوز الشياطين على البشر. بعدين جيران بيلاقي الطفل مخفي بتعويذة سحرية وبيقرر انه يعتني بيه وبيسميه داريل. وبنرجع تاني لملك الشياطين واللي بيقول لجيران ان داريل بشر وانه موجود حاليا في قرية لاكس. جيران بيشكر ملك الشياطين وبيسيبه وبيمشي. وبيتغير بينا المشهد للقرية وبنشوف ألين بيبقى عاجبه الأكل جدا وبنعرف ان زيبيانتس بتراقبهم من بعيد وبتقول انه فعلا راجل عجوز طيب، وبتشوف حتة قماش بتطير جنبها فبتفعل سحرها علشان تمسكها. ألين بيحس بالقوة السحرية وبيبقى غضبان فجأة وبيضرب بسلاحه هجوم صاروخي في الجو، وبنشوف زيبيانتس يا عيني بتتعلق زي الخروف المسلوخ في الحيطة، وألين بيطير لمكانها وبيحاول يهجم عليها بس داريل بيصد هجومه وبيوقفه. ألين بيكون غضبان وبيقول انه لازم يخلص على الشيطانة دي. داريل بيرد وبيقول انه مش ممكن يسمح له يقتل حد في القرية بتاعته وبيحاول يهاجمه. ألين بيطير وبيتفادى الضربة بيحاول يوصل لزيبيانتس بس داريل بيغير شكل سلاحه وبيهاجمه تاني، وألين بيصد الضربة بسهولة وبيرد عليه بهجوم قوي بيطير داريل بعيد، بس داريل بيقدر يصد الهجوم وبيسحب زيبيانتس معاه قبل ما ألين يهاجمها ومش بيلحق يتحرك وبيلاقي هجوم تاني صاروخي جاي عليه وبيستعمل مهارة الدفاع بالصخرة وبيقدر يصد الهجوم. وبنشوف غاشيتا وليديا وصلوا المكان وداريل بيطلب منهم عدم التدخل. بعدين بنشوف ألين متفاجئ ان داريل عنده قوة الأربع مهارات زيه وبيطلب من داريل انه يتعاون معاه علشان يقضي على جنس الشياطين، بس داريل بيرفض. وألين بيقول انه هيقضي على زيبيانتس وبيقرر يستخدم هجوم التنين النادر، بس داريل بيحمي زيبيانتس وبيستعمل نفس الهجوم وبنشوف هجوم ألين بيبقى اقوى وبيدمر دفاع داريل وبيطيره بعيد. بعدين ألين بيسأل داريل عن سبب حمايته للشياطين. داريل بيرد عليه وبيقول ان مفيش فرق بين الشياطين والبشر وانه مش عايز يشوف اي حد بيعاني من الطرفين، وان زي ما عنده زوجة وطفل ما يقدرش يخسرهم هو كمان مش هيقدر يخسر زيبيانتس. وبيقول انه بشر اتربى في مملكة الشياطين لاكتر من 30 سنة وبيحكي له قصته. ألين بيحضن داريل فجأة وبيقول انه ابنه، لكن داريل بيبقى مش فاهم حاجة، فألين بيبدأ يحكي له قصته وبيقول انه في مرة رجع البيت لقى مراته مقتولة وابنه مش
موجود ومش بيبقى عارف هو عايش ولا ميت، وده كان السبب في حرب طاحنة مع الشياطين من أكتر من 30 سنة، وإنه قدر يقتل فيها جنرال الماء اللي كان قتل مراته. وداريل بيبقى مصدوم، وفي نفس اللحظة ألين بيحس بقوة سحرية في المكان وبيضرب هجوم ناري قوي في الجو، وبنعرف إن جيران وصل للمكان وبيقدر يدمر هجوم ألين بهجوم أقوى وبيطير لمكانهم، وبنشوف ألين وجيران مستعدين للقتال، بس داريل بيوقفهم. جيران بيتكلم وبيقول على الرغم إنه كان عارف إن داريل بشري لأنه ما قدرش يستخدم السحر في عمر ال5 سنين، إلا إنه ما قدرش يتخلى عنه لأنه بيعتبره ابنه وبيتأسف على إخفائه للحقيقة. داريل بيرد وبيقول إنه هيكون دايما أبوه لأنه اعتنى بيه 30 سنة وعمره ما هيقدر يرد له اللي عمله معاه. جيران بيقاطع كلامه وبيقول إن داريل كان سبب سعادته، إنه كان بيحاول يبقى أقوى دايما علشان يقدر يحميه ويقضي أكتر وقت ممكن معاه، وبيحضنه بيقول إنه فعلا فخور بيه. ألين بيبقى محبط وبيقول إن الوقت اللي قضاه مع داريل ده كان المفروض يكون ملكه، وإن جيران سرق منه الوقت ده، وإن الكره والانتقام كانوا السبب الوحيد اللي بيخليه أقوى دايما. ودلوقتي بعد ما عرف إن ابنه لسه عايش هو مش هيقدر يرجع الزمن اللي اتسرق منه. جيران بيتقدم وبيقول له يطلع كل غضبه وانتقامه عليه، وإن ده الوقت المناسب إنه يتحمل غلطة جنرال الماء من 33 سنة، وبيقول لداريل يعتني بأبوه. وبنشوف ألين غضبان وبيبقى جاهز إنه يهجم على جيران، بس ماريكا بتتدخل وبترش مية عليهم وبتقول اسمع يا راجل يا عجوز انت وهو، احنا مش هنسمح لكم تعاركوا بعض هنا قدام حفيدكم. والاتنين بيكونوا متفاجئين ومبسوطين. داريل بيجيله فكرة علشان يحل المشكلة، وبيقول لجيران لو عايز يكون مبسوط دايما فهو لازم يعيش وما يضحيش بنفسه علشان غلط قديم. وبيروح لألين وبيقول له انه ممكن وقتك مع ابنك ما يتعوضش، بس دلوقتي بقى عندك فرصة انك تقضي وقتك مع حفيدك. وبكده داريل قدر يحل المشكلة ما بينهم. بعدين بيتنقل بينا المشهد لمملكة الشياطين، وبنشوف باش داخل قاعة كبيرة وبيقول الخادم فين المعازيم يلا، ده انا هبقى اعظم جنرال في مملكة الشياطين النهارده باختراعي الجديد. الخادم بيرد عليه وبيقول ان محدش قبل الدعوة لانه عامل مشاكل كتير في المملكة ومسبب خسائر كبيرة لجيش ملك الشياطين، وبيقول ان لو داريل كان موجود اكيد ما كانش كل ده هيحصل، وبيسيبه وبيخرج. باش بيبقى غضبان وبيطلب مشروب من خادم تاني، بس الخادم بيقول انه مش هيقدر يجيب له مشروب لانه عليه فواتير كتير قديمة، وبيبدأ يقول ان داريل لما كان موجود في المكان كان بيدفع الفواتير في وقتها. باش بيسمع اسم داريل تاني وبيتجنن وبيفجر المكان بتفعيل كتابه السحري. بنشوف المكان مشتعل بالنار وباش خارج منه غضبان جدا وبيقول انه هيخلي الكل يندم على تفضيل داريل عنه، وبيقول انه لازم يقتل داريل. وبيتنقل بينا المشهد للقرية وبنشوف الاتنين العواجيز قلبوا اطفال وبيلعبوا مع جيران الصغير، وبعدين بنشوفهم كلهم بيتعشوا والاباء بيكونوا مع بعض في الركن البعيد الهادي، وانفي المحشور وسط الوحوش دول ومش عارف هو بيعمل ايه هناك اصلا. لماذا نحن هنا؟ وفي اخر اليوم بنشوف ألين بيقول انه استوعب ان داريل فعلا كان عنده اب عظيم طول ال 30 سنه اللي فاتوا، وبيشكر جيران انه قدر يعمل من ابنه راجل طيب القلب وقوي. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ليديا بتطلب من ألين يكمل تدريبها، وداريل بيبقى مستغرب وبيقول انها ما اتعلمتش اي حاجه بعد كل اللي حصل ده. ليديا بترد وبتقول ان مهمتها كبطل هي قتل ملك الشياطين، وداريل بيسال عن السبب، فألين بيبدا يوضح لهم وبيقول ان اشاعات من زمان بتحكي ان ملك الشياطين هو سبب الشر والفساد في العالم وبقتله العالم هيكون في سلام، بس الحقيقه ان البشر بيكونوا طمعانين في قوه ملك الشياطين لانهم سمعوا ان هو اللي منح قوه السحر للشياطين، وده بيكون هدف النقابه المركزيه الحقيقي. وجيران بيقول انه ما يعرفش اي حاجه عن المعلومات دي، بس من الممكن ان ملك الشياطين يكون خالد. ليديا بترد وبتقول انها مصره على قرارها لحد ما تقتنع بنفسها. وفي نفس اللحظه غشطه بيوصل للمكان ومعاه فيتون وبيقول ان في هجوم قوي على منجم المعادن وانهم محتاجين مساعده فورا. داريل بيسمع كده وبيطلب من زبيانتس توصلهم للمكان بقوتها، وبعد ما بيوصلوا للمكان بيشوفوا وحش ضخم مولع المكان بحراره شديده جدا. داريل بيطمن على الجنود وبيعرف ان النوكرز لسه في المنجم وبيجري علشان ينقذهم، فألين بيلحقه وبيقول انه هيساعده. وبنرجع تاني لمكان الوحش وبنشوف فريق ليديا بيحاول يهاجمه لكن مش بيقدروا يأثروا فيه، والجيران بيقدر يتعرف على الوحش وبيقول انه وحش السلمندر السحري. بعدين بنشوف داريل بيطمن على النوكرز بس بيسمع صوت الوحش قريب منهم، وبيقرر يهاجم الوحش بهجوم زوجي مع ألين وبيقدروا يوقعوه على الارض، وده بيخلي الوحش بينسحب من المكان وبيطير بعيد. وفجأة جيران بيقول انه لازم يرجع لمملكة الشياطين وبيطلب من زبيانتس توصله. وبعد ما بيوصلوا لمملكة الشياطين جيران بيلاحظ علامة غريبة على عين باش، وبنعرف ان باش دخل الغرفة السرية للمملكة في السنة اللي كان مختفي فيها، وان الغرفة دي مختومة لانها بتحتوي على تعويذات سحرية محرمة، وان واحدة من التعويذات دي بتكون التحكم في وحش السلمندر. وجيران بيلاحظ علامة في عين باش وبيقول ان التعويذة دي بتتغذى على روح مستخدمة
بيستخدمها وبتخليه يفقد عقله مع الوقت، وبيبقى متعصب على باش وبيقول انه ما يستحقش يبقى واحد من الجنرالات الاربعه، وبيحاول يهجم على باش، بس باش بيستدعي السلمندر السحري وبيقول ان دي فرصته انه يقضي على البطل الحالي والسابق في نفس الوقت ويبقى اعظم جنرال في مملكه الشياطين، وبيسيبهم وبيطير. بعدين بنرجع تاني لمنجم المعادن وبنشوف داريل بيطمن على النوكرز وبيكمل طريقه في المنجم، بس فجاه بيطلع له وش صخر من الحيطه وبيسال عن مكان داريل بيتفزع وبيحاول يهرب بس المنجم بيتقفل قدامه، وبنعرف ان منجم المثرل بيكون وحش سحري اسمه جيجانتوماشيا، وبيطلب من داريل السلاح بتاعه وبيفعل فيه بعض القدرات المختومه، وبيقول ان قريه لاكس هتبقى ساحه حرب قريبا وبيختفي في الحيطه. وفي نفس الوقت جرام بيتصل بداريل وبيقول له ان باش هو اللي بيتحكم في وحش السلمندر وانه في طريقه لقريه لاكس علشان يقتل البطل وفريقه. وبعد شويه بنشوف داريل رجع للقريه وبيطلب من ايفل يهتم باخلاء اهل القريه، وماريكا بتديله خاتم وبتشجعه يخلص المعركه ويرجع بسرعه. بعدين بنشوف داريل وبقيه المحاربين بيستقبلوا باش اللي بيكون وصل للقريه، وبيستخدم نفس مهاره جيران وبيصنع كره لهب في السماء، وبيقول لداريل انه هيدمر القريه وهيقتل كل شخص عزيز عليه. داريل بيرد عليه وبيقول انه مش هيسمح له يعمل اللي هو عايزه، وبيقدر يوقع وحش السلمندر على الارض بمساعده قوه رياح زيبيانتس اللي بتكون وصلت للقريه مع جيران في نفس الوقت. وبيهاجم باش وبيحاول ياخدوا المكان بعيد وبيطلب من الباقيين يهتموا بوحش السلمندر. بعدين بيتكلم مع باش وبيقول انه لو غضبان علشان منجم المعادن فهو اسف ومستعد يتفاوض معاه لحل وسط، بس ده مش بيكون السبب. وباش بيقول انه عايز يوقف الحرب بين البشر والشياطين، وعلشان كده هو هيقتل البطل وفريقه وبعدين هيقضي على جنس البشر كله. وبيكمل كلامه وبيقول ان قبل كل ده هو هيقتل داريل الاول، وبيهاجم داريل بكرات من اللهب، بس داريل بيدمر الهجوم بسلاش سريع لكن مش بيلحق يتحرك، وبيلاقي هجوم تاني متفجر في طريقه وبيستخدم مهارة الدفاع، بس هجوم باش بيكون اقوى بيطيره بعيد، وباش بيهجم عليه مرة تانية بهجوم ناري قوي وداريل مش بيقدر يتفاداه المرة دي وبيطير بعيد. وباش بيتكلم وبيقول انه قضى سنة كاملة علشان يقدر يوصل لمكان وحش السلمندر ويسيطر عليه. داريل بيمدح باش وبيقول انه كان دايما موهوب وقوي وانه كان بيتمنى لو قدر يساعده. باش بيغضب اكتر وبيحاول يهاجم داريل، بس داريل بيهجم عليه بهجوم قوي جدا بيطيره بعيد، وبنشوف باش بيتحول لشكل شيطاني وبيقول انه ما كانش متصور انه هيستخدم الهيئة دي قدام شخص ضعيف زي داريل، وبيحاول يهاجم داريل بس داريل بيقدر يصد الضربة. وباش بيقول انه مجرد شخص ضعيف مش بيقدر يستخدم السحر، وبيحاول يهاجمه تاني وبيقول انه لازم يقتله، بس داريل بيصد الضربات بسهولة وبيقول انهم لازم يوقفوا القتال ده، بس باش مش بيسمع له وبيجهز لهجوم اقوى وبيصنع كرة لهب كبيرة في السماء. وداريل بيلاحظ ان الهجوم ده هيكون خطير لو اكتمل، وبيدمج مهاراته مع بعض وبيضرب باش بهجوم قوي جدا بيفجر المكان، بس بيتفاجئ ان باش عمل دمج لقوته مع وحش السلمندر وبيفقد السيطرة على نفسه، وبيهاجم داريل بقوة وبيرميه بعيد وبيحاول يقضي عليه، بس داريل بيصد هجومه. وفي نفس اللحظة داريل بيقدر يشوف ذكريات باش لما كان عمره 10 سنين، وبنشوف جيران بيقدم داريل لأول مرة على انه اخوه الكبير، وباش بيكون حزين وغضبان لانه كان مستني سنين طويلة علشان يشوف ابوه بعد الحرب، لكنه اكتشف ان ابوه قضى الوقت ده في تربية طفل تاني، فبيكره داريل لانه بيكون سرق وقت ابوه منه. وداريل بيفهم في اللحظة دي ان باش كان وحيد دايما طول حياته. بعدين باش بيرجع لورا فجأة وداريل بيعرف ان باش بيقدر يسمع افكاره هو كمان، فبيحاول يهاجمه بسرعة وبيقول ان جيران كان دايما فخور بباش. وباش بيبدأ يشوف ذكريات داريل وبيسمع صوته بيقول انه كان دايما حزين لانه ما كانش عنده عائلة حقيقية، وكمان ما كانش بيقدر يستخدم السحر وكان دايما حاسس ان ملهوش اي لازمة. ورغم كل ده داريل كان بيحاول يبتسم دايما علشان محدش يعرف انه حزين، لكن بعد ما قابل باش قدر يحس ان عنده عائلة وكان سعيد لأول مرة في حياته. وبعدين داريل بيمسك باش وبيقول انه هيفضل دايما اخوه والمرة دي هيدعمه ومش هيسيبه يحس بالوحدة تاني. باش بيتأثر بكلام داريل وبيبقى ندمان انه ما قبلش بداريل كأخ ليه من زمان، وبيقدر يستعيد وعيه وبيحاول يمسك ايد داريل، بس فجأة بيحس انه فقد السيطرة على تعويذة وحش السلمندر، وبنشوفه بيمتص قوة باش السحرية. باش بيعرف انه خرج عن السيطرة وبيطير بسرعة علشان يحاول يوقفه وبيدمج جسمه مع الوحش، والجيران بيبقى قلقان. وباش بيقول انه مستعد يضحي بنفسه لانه لازم يتحمل اخطائه، بس فجأة باش بيخرج من جسم الوحش وبنشوف جيران بيحاول ينقل التعويذة لنفسه، وفي نفس اللحظة داريل بيهجم على وحش السلمندر السحري وبيقضي عليه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف باش بيعتذر لملك الشياطين عن اخطائه. ملك الشياطين بيرد عليه وبيقول انه هيديله فرصة تانية، وهي انه يختار ما بين انه يتنفي للجحيم للابد او يبدأ من جديد كواحد من الجنرالات
بالظبط ال4. باش بيقول له شكرا على الفرصه، بس هو بيختار انه يتنفي للجحيم لانه بيستحق العقاب. ملك الشياطين بيرد عليه وبيقول انه شخص ممل وعلشان كده هو هيختار عقاب تاني بنفسه، وبيقول له انه هيطرده من المملكه زي ما هو طرد داريل. بعدين باش بيقابل جرام في طريقه وهو خارج وبيقرروا يروحوا لقريه لاكس، ولما بيوصلوا هناك داريل بيرحب بيهم، بس ليديا بتكون غضبانه وبتقول ان باش سبب لهم متاعب كتير بهجومه على المانجا. باش بيسمع كده وبيقرر يعتذر، وجرام بيقول انه اسف على المشاكل اللي ابنه سببها لهم. بعدين داريل بيعرف باش على جيران الصغير، وجيران الصغير بينطق اول كلامه وبيقول اسم باش، وبعدين بنشوفهم في صورة عائلية وكلهم بيكونوا مبسوطين. وباش بيودعهم وبيقول انه هيتجول العالم لانه محتاج يتعلم كتير عنه، وانه عايز يبقى شخص يعتمد عليه زي اخوه داريل. وداريل بيقول انه هيستنى عودته دايما. وبس بكده نكون وصلنا لنهاية حكاية داريل، ونشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد وانمي جديد. ولو انت وصلت معانا لحد هنا وعجبك الفيديو صلي على النبي في كومنت عشان ناخد كلنا ثواب، وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك للقناة. ويلا سلام.